السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندنا طريقة تحضير كوب كيك، طريقة بسيطة وسهلة ومكونات مختصرة، ونتيجة بنشوفها سوا بنهاية الفيديو إن شاء الله. وقبل ما أبدأ بالوصفة بدي أوجه تحية لكل متابعينا ولكل حدا بيتابعنا من جديد، ولكل حدا بيشتغل الوصفات على طريقتنا وبيعطينا رأيه بالتعليقات. لتحضير كوب كيك بدنا نبدأ نخفق بيضة ونص أو بيضة كاملة وصفار البيضة الثانية مع 100 جرام سكر أو نص كاسة كبيرة، نص ظرف فانيليا أو ملعقة صغيرة فانيليا. للكوب كيك ما بنحتاج الخلاط، نخفقهم على إيدنا بيمشي الحال. بعد ما خفقنا البيض مع السكر مع الفانيليا نضيف لهم رشة ملح، رشة بسيطة ملح كمان نخفقهم. وبعدها نضيف عليهم 30 جرام زيت نباتي أو نص كاسة شاي زيت نباتي. كمان نستمر بالخلط. بعدها نضيف عليهم 125 جرام لبن أو 3/4 الكاسة الكبيرة، أكثر من نص الكاسة الكبيرة لبن بشوي. حاولوا تحافظوا على تسلسل الطريقة بإضافة المكونات. وكمان نضيف نص ملعقة صغيرة برش برتقال أو ليمون، هذا شيء اختياري. كمان نخلطهم. بعد ما صار خليط السوائل جاهز ننزل عليهم 125 جرام طحين أو كاسة كبيرة. الطحين ننزله بالتسلسل مع التحريك، ونحاول ما يكبتل معنا طحين. نزل الطحين بالتسلسل مع التحريك، ونحاول ما نخلي الطحين يكبتل معنا. وآخر شي نضيف عليهم ملعقة بيكنج بودر أو نص ظرف، ملعقة وسط أو نص ظرف بيكنج بودر. كمان نخلطه. بعد ما صار خليط الكوب كيك جاهز بيكون لزج وناعم بهالقوام، نفرغه على البريد عشان نفرغه على القوالب الخاصة فيه. هلا بدنا نفرغ الخليط على القوالب الكوب كيك أو القوالب الخاصة فيه. نعبي القالب نصه مو أكتر، نصفه بالصينية. فينا كمان نزين وشه بالمكسرات مثل مكسرات البندق أو الفستق وحبيبات الشوكولا، هذا شيء اختياري. حتى فينا نحط بقلب الخليط نوع من أنواع المكسرات. وبعد ما صفينا الكوب كيك بالصينية بندخله على الفرن درجة حرارة 160، بنشغل الوشيعتين فوق وتحت، واحتمال ياخذ معنا من 30 ل 35 دقيقة. بعد ما طلعوا من الفرن نشوف النتيجة سوا إن شاء الله. وبعد ما طلعناه من الفرن وتركناه ليبرد، هاي النتيجة. اللون كتير حلو،
نفتح قطعة قوامه إسفنجي، نفتح قطعة ثانية، إذا عجبتكم الطريقة والنتيجة تابعونا لنستمر، والسلام عليكم ورحمة الله.